ليه الأولاد بيحتاجوا تقويم لما يكبروا؟ الدراسات بتقول إن 75% من الأطفال اللي بتحتاج تقويم لما تكبر بتكون بسبب الإهمال في علاج الأسنان اللبنية. ليه؟ لأن الأسنان اللبنية بتقوم بدور مهم جدا جدا جدا، اللي هو بتقوم بدور كدليل لمكان ظهور الضروس الدايمة. فإحنا لو فقدنا سن لبني بدري عن ميعاد التبديل بتاعها، نتيجة بقى انها كانت مسوسة واتكسرت او اتخلعت بدري او حصل فيها خراج او ايا كان السبب اللي خلاها تتخلع بدري عن ميعادها، السنة الجديدة وهي طالعة ما بتلاقيش الدليل اللي يخليها تطلع في مكانها مظبوط، وبالتالي ممكن تطلع معوجة في اليمين او تطلع معوجة في الشمال، والطفل يحتاج تقويم. الحاجة التانية ان احنا لما بنخلع السنة دي بدري كده عن ميعادها، السنة اللي جنبيها دي بتميل في الفراغ كده، والسنة اللي جنبيها الناحية التانية بتميل في الفراغ كده، لان الاسنان دايما في حالة حركة، واللي مخليهم ثابتين وواقفين جنب بعض كده ان هم مترصين جنب بعض. مجرد ما واحدة ما هتتخلع دي هتميل في الفراغ ودي هتميل في الفراغ، هتيجي الجديدة تطلع، هتلاقي حتى لو طلعت في مكانها مظبوط هتلاقي ان المسافة بقت مقفولة، فهتطلع معوجة في الخد في اللسان، وكده الطفل هيحتاج تقويم لما يكبر. عشان كده احنا بنقول ان المحافظة على الأسنان اللبنية بتؤدي في الآخر ان احتماليات التقويم بتبقى قليلة جدا. في أسباب تانية للتقويم على فكرة غير الوراثة، زي عادات الطفل ممكن بيمارسها، زي مثلا عادة مص الأصابع، زي العادة التنفس من الفم، ودي كلها حاجات برضو دكتور أسنان الأطفال بيقدر إنه يكتشفها في المتابعة الدورية اللي الطفل بيجيله فيها كل فترة عشان يتابع أسنانه، حتى لو مش مسوسة. فهو في أثناء الزيارات بتاعت المتابعة الدورية دي بيقدر يكتشف إيه العادات اللي أثرت على شكل الفك وشكل الأسنان، ويقدر إن هو ينصح الطفل إن هو يوقفها. وفي أجهزة يعني مش زي تقويم السلك اللي بيركب على السنان كلها، أجهزة تقويم ممكن تبقى متحركة وممكن تبقى ثابتة، بتساعد الطفل ان هو يوقف العادات دي من بدري، وبالتالي لما يكبر ما يحتاجش تقويم. عشان كده احنا بنقول ان المتابعة مع دكتور أسنان الأطفال ممكن تؤدي مش بس انه بيعمل وقاية من تسوس الأسنان، لا ده كمان بيقلل بنسبة كبيرة احتماليات ان الطفل يحتاج تقويم لما يكبر.